بس يا فرحة ما تمت، بيجي الناس اللي عايزين يقتلوها وبيعرفوا انهم قربوا، لان تشونسينج حاطط فخاخ في كل حتة. فالحارس بيقول للملك لازم تمشي بسرعة. طبعا بيقتحموا المكان وهم بيحاربوهم، بس طبعا عددهم كبير جدا عليهم فبيهربوا، بس غطا الحلة بيقع منهم. فتشونسينج بيقول لها اهربي بسرعة وانا هبقى اجيبهولك واجي. والحارس والمهرج بيقفوا في النص عشان يعطلوهم، بس الملك والطاغية يوم بيتمسكوا فبيقعد يضرب فيهم، بس بيتجرح. فبيجي كبير المستشارين ويقتل الباقي، ودي بيغمى عليها من المنظر. فبيستنوها تفوق وبيتجمعوا بقى كلهم، وبتقول لهم يلا عشان نلحق المسابقة. وطبعا بيتأخروا، فالمبعوث بيقول ان دي قلة احترام ولازم نبدأ المسابقة فورا. بس طاهي من طهات مينج بيقوله لازم تظهر رحمة مينج في موقف زي ده، انا مش هبدأ المسابقة غير بعد ساعتين. فبيوافق، وبتيجي الساعة 3 ويا دوبك الحصان بيوصل بره وبيدخلوا على طول طبعا، والمسابقة بتبدأ. والعنوان أول طبق فيها هو لحم مفيش ليه مثيل. بس الطاغية يوم بتبقى ايديها وجعاها من الوقعة، بس كل واحد بيركز على الطبق بتاعه. وهي بتسأل على مسحوق الفلفل، فالطاهي مين بيقول لها انه اختفى ومش لاقي ليه اي حاجة، لا معجون ولا فلفل حتى. فبتفكر في طبق تاني بسرعة جدا، وكل واحد بياخد حاجة يعملها، وهما بيبقوا شايفينها بتعك عشان بتسلق قطع اللحمة في الخمرة. بس الملك واثق في مهارتها. والطاغية يون لما بتشوف بتاعت مينك بتطبخ بتحس ان معاها الفلفل بتاعها، بس ما بتتكلمش. والوقت بيخلص بقى وكل واحد بيقدم طبقه، والاتنين بيبقى شكلهم حلو وطعمهم حلو جدا. وبيجي بقى وقت التقييم وكل واحد بيقيم طبق التاني. بس الطاغية يون بتقول لهم انها عايزة تدوق طبق مينج عشان عايزة تتأكد من المكون قبل ما يعلنوا نتيجة. فالمبعوث بيرفض، بس كبير الطهاة عنده بيديها الطبق وبيقول انه عايز يدوق اكلها هو كمان. فكل واحد بيدوق طبق التاني وهو بيعجبه جدا طبقها، وهي بتسأل على المكون اللي عملوا بيه الاكل ده، لانه زي الفلفل اللي كانوا معتمدين عليه في الوصفة بتاعتهم، بس ما لاقيهوش. فبيسأل بنت اخوه جابته منين، فبتقول انها جابته بطريقة مشروعة من جوسن. ولما عمها بيعرف انها كانت عارفة ان جوسن معتمد عليه في الطبق ده وهي خدته منه، فبيتضايق وبيعترف بخسارتهم في الجولة الأولى. فهي بتقوله لا أنا ما سرقتوش، أنا جبته من عم الملك. فده بيقوم يضحك ويقول أصلا أنا شفت إنه حاجة غريبة جدا فخلصت منه، وطاهية مينج عرضت عليا توابل نادرة من عندهم قلت لها تاخد منه اللي هي عايزاه. بس برضه كبير طه مينج بيقول ان بنت اخوه هي اللي غلطانه، والطاهيه يوم بتقول انها كمان غلطانه عشان ما عرفتش تحافظ عليه. فالملك بيعلن انه تعادل، وعشان المبعوث ما كانش موافق فبيقول ان لو الجولات انتهت بالتعادل فهنعتبر مينج هي اللي كسبت. وفي الاخر طاهية مينج بتعتذر على اللي عملته. بيروح بقى كل واحد يفكر هيطبخ ايه في الجولة التانية، وكل واحد بعد ما بيدوق اكل التاني بياخدوا حذرهم اكتر، لان الاتنين اكلهم جامد الصراحة. الحرباية بقى بتقول للطهي مينج احنا لازم نخسر الجولة الجاية وما تنساش ان امك تحت ايدي. بيجي بقى يوم الجولة التانية وطهات مينجي بيجيبوا مكونات نادرة جدا من عندهم، والتانيين بيشوا البط، وبتوزع بقى مهام كل واحد، وبيبقى الطهي مينج هو اللي عليه التقطيع لانه اشطر واحد فيهم بيقطع. بس وهو بيقطع البط بدل ما يبوظ الاكل بيعور نفسه، وهي مش بتقدر تقطع عشان وقعت على ايديها. تغل غيوم بتقول لها انا هقطعها، وفعلا بتقطعها كويس جدا. وبيبقى الطاهي مينج مدربة على التقطيع عشان كده، وبيطلع كان قايل للطاهية يون اصلا على الحوار ده قبل كده. المهم كل واحد بيخلص طبقه والوقت بيخلص، بيقدموا بقى الاكل واللي بيبقوا الطبقين اصلا احسن من بعض. وبيجي بقى وقت التقييم وكل واحد بيقيم التاني، وبتيجي بقى المفاجأة. الملك ادى مينج 8 والمبعوث ادى جوسيو واحد. فطبعا الملك بيتنرفز وبيقولوا انه اداهم واحد درجة مش منطقية، عشان مهما كانت الدرجة اللي يديها الملك مينج هي اللي تفوز. فبيقوله ان دي شروط المسابقة، انا مش فاهم انت متضايق ليه. فالملك بيقول ان النتيجة باطلة، والطهاة يدوقوا ويقيموا اكلهم بنفسهم. بس بعد ما بيدوقوا بيقولوا انهم مش هيقدروا يقيموا طبقهم بنفسهم لانه بالنسبة لهم مثالي. فبيعلن
إن النتيجة تعادل. وفي الآخر الطهاة بيسلموا على بعض وبيقعدوا يتكلموا شوية، والملك بيستدعيها عشان تشرب شاي معاه ويخفف من توترها شوية، وهو بيبقى قلقان أحسن إن شون سينج ما يجيبش الغطا، بس هي بتبقى واثقة فيه جدا. وبنروح بقى ليوم الجولة التالتة، واللي طهات مينكي بيطبخوا حاجة مكوناتها كلها نادرة ومغذية جدا، وجوسيون بيجهزوا البط وبيبقوا مستنيين الغطا. ولسه بتقول لهم هنعمل أكلة تانية، بتلاقيهم بيقولوا إن في طائر غريب في السماء، فبتعرف إن هو وبيدخل يديها الغطا وبتبقى هتطير من الفرحة. بتغطي بقى الحلة وشوية وبيطلع بخار جامد، والمبعوث بيبقى خايف لا تنفجر. المهم بيخلص الوقت وكل واحد بيقدم طبقه، وكالعادة الطبقين أجمد من بعض، بس الملك بيقول إن كل واحد هيقيم طبق التاني من التلات طهاه. بس في واحد من مينج مش بيقدر يدوق الأكل، هو بيطبخ من غير ما يدوق. فالطاهية يوم بيجي في دماغها فكرة، وبتروح ملخبطاله كل الأكل على بعض وبتديله يدوق، فبيطلع شكله شبه بتاع جدته زمان، واللي كان عايز يعمل زيه بس معرفش. فبيفرح جدا وهو بياكل. وبيجي بقى وقت التقييم وإعلان النتيجة، ومينجي بتاخد 27 وجوسيون 28، وطبعا بيبقوا فرحانين جدا وبيسلموا على بعض. بس المبعوث بيقوله تمام هنلتزم بالشروط، أنا بس هاخد الطهيون معايا كجزء للإمبراطور. فبيقوله طبعا طبعا أمال، وبيروح مديله حتة روسية كسر له مناخيره، وبيقعدوا يتخانقوا على الطهيون. بس الملكة الأمارة الكبرى بتدخل تزعق مع المبعوث، وبنعرف أصلا إنه مش جايب أمر من الإمبراطور ولا حاجة، جاي مع نفسه. ولما بيعرف إن مرات الإمبراطور التانية هي عمة الملكة الأمارة الكبرى بيجيب ورا على طول، وبيقول لهم هديكوا اللي انتوا عايزينه، وبيشكرهم على حسن انجابتهم ليه وبيمشي بسرعة. والملكة الأرملة بتقول للملك إن الأمير عايز يدوق أكل الطاهية، فبيقول لها أكيد هرتب وجبة بكرة وأقوله. والمحذية كانج بتجيب لعم الملك سم مش سم، وده هتحطه في وجبة الأمير بكرة. والطاهية بتقول لغلغيوم إنهم وأخيرا ارتاحوا بعد كل ده، بعد ما كانت هتخسر حياتها. وبتقول لها كمان إنها بقت بتستلطفهم. تاني يوم بتروح تقول للملك إنها هتحضر الوجبة، وبتقوله إن المكان هنا لطيف إنك تاكل مع أخوك الصغير. فبيقول لها وكمان لينا عشان ناكل وجبة مع الخصوصية. فبتقوله أكيد لو طبخت هحب أدوق أكلك. فبيقول لها أنا، فبتقوله بهزر معاك، وبيجيب لها طقم بلون جديد تشتغل بيه، بتفرح بيه جدا. وبيقول لها نتقابل بالليل، فبتقوله إنها متفقة إنها هتقابل طوات منجي بالليل. فبيقول لها خلصي بسرعة وتعالي. بتروح بقى على المطبخ تطبخ الوجبة وبتقدمها، وطبعا بتعجب الاتنين جدا وبيستمتعوا بيها. وبتروح بقى تودع طهات مينج، وكبير الطهاة بيقول لها رسالة توصلها للملك. وهي راجعة تيجي أم الأمير وبتروح ضربها بالقلم، وبتقول لها انتي مش هتطبخي للملك تاني، ابني هيموت بسببك. وبتاخدها وبتفضل تعذب فيها، والملك الناحية التانية بيبقى مستنيها أصلا، وفي المطبخ بيبقوا قلقانين عليها، وبيقولوا انهم عملوا كده مع كبير الطهاة اللي فات، بس بيقولوا نروح نقول للملك. وبيجي الخصيون فبيعيطوا كلهم وبيقولوله، والخبر بيوصل للملك فبيروح لها فورا على السجن. بس بتبقى الملكة الأرملة هي اللي واخدة المفتاح عشان محدش يدخل لها، وبتبقى أصلا شاكة في الملك لأنه كل من نفس الأكل وما حصلوش حاجة، وبترفض تديله المفتاح. فبيرفع عليها السيف، بس الطاغية بتوقفه وبتقوله سيب السيف، انت عارف اني مش ممكن اعمل كده، انت ممكن تثبت براءتي. وهي بتبقى خايفة احسن يبقى طاغية وبتحاول تهديه. فبيقول الملكة الأرملة انها لو عذبتها تاني قبل ظهور الحقيقة هتدفع التمن غالي جدا. طبعا اخو الملكة الأرملة الكبرى بيبقى خايف احسن يكون عارف اللي حصل لأمه زمان وهيقضي عليهم واحد واحد، بس هي بتقوله ان ده مش من فعل الملك. والملك بيقول لكبير المستشارين يعرف الملك كل ايه بعد الوجبة بتاعتهم. والدنيا بتبقى مقلوبة في القصر بعد اللي حصل، ولسه الامير مش بيتحسن خالص. والطبيب الملكي بيقول ان مكونات الوجبة ما فيهاش اي حاجة. والملك بيروح يشوف الامير وبيلاقي عنده دواء بياخده عشان صحته، فبياخد الاعشاب معاه عشان يفحصها بنفسه. والملكة الأرملة الكبرى بتروح للطاهية وبتقول لها انت عملتي كده
طب الملك اللي قالك؟ فبتقول لها لا، فبتقول لها انت جايبه الكلام والشكوك للملك، طب لو خرجتي تقدري تثبتي براءتك؟ فبتقول لها اه، فبتديها فرصة 3 ايام وخنجر عشان لو فشلت في اثبات براءتها تقتل نفسها، وبتخرجها من السجن. بتروح المطبخ عشان تحضر وجبة الملك اللي قاعد يدور في مكونات الدواء، وأول ما بيسمع صوتها بيخرج بسرعة يحضنها، وبيقعدوا ياكلوا مع بعض وبيتكلموا، وبتقوله على الاتفاق اللي بينها وبين الملكة الأمارة الكبرى. بيخلصوا وبيقعدوا يدوروا بقى على أي دليل، لكن مش بيلاقوا. فالملك بيقول للطبيب الملكي إن في حاجة من مكونات الدواء مرة، فبيقوله إن ده عادي. فالطاغية يوم بتاخد عينات منها وبتروح لغلغيوم، فغلغيوم بتشوفها وبتقول لها إنها متأكدة إن المكون ده فضلات فراخ. وبيخلص ملخصنا النهاردة. لو عجبكم الملخص دوسوا لايك، سبسكرايب، واشوفكم في ملخص تاني. سلام.